قصر البارون أو قصر الرعب زي ما بيقال عليه واحد من أبرز الملامح العمرانية الواقع في حي مصر الجديدة أو قديما هيليوبوليس، وده أول مكان في مصر تحصل فيه طقوس لاستحضار وعبادة الشيطان. مجموعة من الشباب راحوا المكان وبدأوا إنهم يرتلوا تراتيل للشيطان بصوت عالي ومسموع لدرجة إن الجيران بلغوا عنهم، وبالفعل تم القبض عليهم وتحولت قضيتهم لقضية رأي عام. موضوع حلقتنا النهاردة قصر البارون. قصر البارون مشهور ومعروف، وانت اكيد سمعت الاسم ده قبل كده حتى لو ما تعرفش القصص اللي اتقالت عليه، بس انت سمعت الاسم ده. القصر ده حصلت فيه مجموعة من الجرائم لحد النهاردة محدش يعرف مين اللي عملها ولا ليها اي تفسير، وبيقال وده مش من فراغ على فكرة ان اللي ورا الجرائم دي كيان شيطاني. جرائم ملهاش اي تفسير ولا سبب واضح وحصلت في غموض تام. حتى انت هتقول كده برضه. نيجي لنقطة البداية، نهاية القرن ال19 وبعد افتتاح قناة السويس بالتحديد، وصل مصر البارون إدوارد إمبان. هو رجل أعمال ومهندس بلجيكي، ويعتبر أشهر مهندس في أوروبا، واللي أطلق عليه لقب البارون الملك البلجيكي ليوبولد الثاني اعترافا بإنجازاته الكبيرة. والبارون اندهش بجمال مصر والحضارة بتاعتها، وكان عاشق للآثار المصرية، ده غير إنه كان زائر دايما لمصر بسبب مشاريعه وفروع شركاته اللي كانت هنا. وفي سنة 1894 حصل البارون على حق بناء أطران في القاهرة، عشان بعدها يشتري أراضي في الصحراء سنة 1905 لبناء مدينة كانت بتدور في خياله بحدائقها الخضراء واللي هتميزها عن الصحراء. وبالفعل عملية بناء المدينة ابتدت من سنة 1906، وخرجت المدينة بحدائقها المنسقة ومبانيها الحديثة وبكل ما تحمله من وسائل الترفيه والراحة لسكانها. وقرر وقتها انه هو هيكمل حياته في مصر، لدرجة ان كتب في الوصية بتاعته ان هو يدفن فيها من شدة حبه لمصر. والبارون كان معروف وقتها زي ما قلت انه اشهر مهندس في اوروبا، فطبعا مش محتاج اقولك انه لازم يعيش في مكان يليق بالمكانة بتاعته. وبالفعل قرر انه هو هيبني قصر وسط اندهاش واستغراب الناس. يعني البارون ثري يقدر يشتري اي قطعة ارض هو عايزها في القاهرة او في اي منطقة تانية، الى انه قرر بناء القصر في الصحراء دي. القصر ده خد منه 5 سنين شغل وتجهيز، والبارون حب انه هو يصمم القصر بتاعه كله على الطراز الهندي، ده غير كمان لونه المميز والملفت. اعتمد على لون البني المحروق لابراز جمال القصر. وسبب حبه للهنود واللي خلاه يعمل كده ان في شبابه اتصاب بمرض نادر جدا، كان خلاص هيموت، لكن الهنود لحقوه وانقذوا حياته، وعشان كده حط تماثيل للآلهة بتاعتهم جوه القصر بتاعه. وطبعا حاجة زي دي تتعمل في ارض مصر تعتبر غريبة ومثيرة للجدل، بس برضه مش اغرب من اللوح اللي كانت جوه القصر. لوح كتيرة عليها رسومات غريبة زي ما بيقولوا كده رسومات شيطانية. القصر بيتكون من 3 طوابق. الطابق الارضي وده بيضم صالة كبيرة و3 غرف، اما الطابق الاول وده بتوصل له عن طريق سلم رخامي مزين بتماثيل هندية متقنة الصنع، الطابق ده كان مخصص لغرف النوم. اما الطابق السفلي اللي هو تحت الارض يعني فده للمطابخ وغرف الخدم واماكن ركن السيارات بتاعته. من المواد اللي استخدمت برضه في بناء القصر ده العاج والمرمر والزجاج البلجيكي. وعملية البناء خلصت سنة 1911. القصر اتصمم ان الشمس تدور حواليه طول النهار، مفيش ركن في القصر الا والشمس بتيجي عليه. والمبهر ان اتبنى فيه برج، البرج ده على قاعدة متحركة بتسمح للي قاعد جوه القصر انه يشوف المكان من كل زاوية واتجاه لغرض التمتع بجمال القصر. الأثرية بسمة سليم قالت في احد مقالاتها ان البرج ده اتصمم انه يدور دورة كاملة كل ساعة. والبارون ما اكتفاش ببناء القصر ده، لا ده قام ببناء كنيسة بجانب القصر ما زالت حتى يومنا هذا موجودة وتعرف بكنيسة البازيليك. ومن هنا يبدأ الغموض. على حسب الروايات ان الكنيسة دي مرتبطة بالقصر بنفق سري لحد الآن لم يتم اكتشافه. أنا عايزك تعرف إن جوه القصر ده تحف فنية نادرة جدا مفيش زيها في العالم غير في الأماكن الملكية في بريطانيا. لكن برضو الأغرب من كل ده هي الأوضة اللي بناها البارون تحت القصر، الغرفة اللي كانت سبب في دمار وهلاك كل أفراد عيلته. الغرفة الوردية أو زي ما بيقال عليها غرفة المرايات، هي غرفة عادية جدا ولكن فيها مرايات كتيرة جدا
لدرجة ان الحيطان نفسها بتاعة الأوضة من المرايات. وبرضه على حسب الروايات ان الأوضة دي فيها فتحة بداية النفق اللي لسه متكلمين عنه من شوية. البارون بنى الأوضة دي لنفسه ومنع اي حد في القصر يدخلها، واتقال من خدم القصر ان البارون كان بيمارس فيها طقوس عبادة الشيطان، وكان بيحضر ارواح داخلها، واوقات كتير كان بيدخلها وما بيطلعش منها الا بعد ساعات طويلة. نسيبنا من الأوضة دي وهنرجع لها كمان شوية. نيجي ليوم الافتتاح. ما هو برضه قصر بالعظمة دي والضخامة والتكلفة دي لازم يتعمل له افتتاح عظيم زيه، والافتتاح ده هو الحدث الوحيد اللي الناس وصفته انه في نفس مستوى فرح الأميرة قطر الندى. بالمناسبة الفرح ده هو السبب في إفلاس مصر وقتها، فانت متخيل كمية الفلوس اللي اتصرفت على افتتاح القصر، ما بالك بقى بناء القصر نفسه. بس البارون ما تهناش بكل ده غير سنتين بس. جمال القصر وحفلة الافتتاح أبهروا السلطان حسين كامل سلطان مصر وقتها، وحس بالغيرة تجاه البارون ان مكان بالجمال ده مفروض يكون ملك لسلطان الدولة مش للبارون. ومن هنا بدأ يبعت رسائل للبارون ويقول له انه لو حابب يبيع القصر هو جاهز يشتريه بالمبلغ اللي يطلبه، لكن البارون كان رده في كل مرة الرفض، لكن بطريقة ودية، لحد ما جاب اخره من كتر الرسائل اللي بتجيب، وطلب من المرسال انه يبلغ السلطان انه هو مش ناوي يبيع القصر وما يبعتش رسائل تاني. ومن هنا بدأت مناوشات ما بين السلطان والبارون، فقرر البارون انه هو ياخد افراد عيلته ويروح لبريطانيا لحد ما فترة السلطان تخلص، وبعدين يرجع للقصر بتاعه، لان برضه ده سلطان الدولة ومش هيقدر يعمل له حاجة. وفعلا تمر فترة مش طويلة ويموت السلطان، ويقرر وقتها البارون الرجوع لمصر هو وافراد عيلته. والبارون ما كانش يعرف ان ده أسوأ قرار في حياته وهينهي على كل أفراد عيلته. البارون كان معاه بنتين وولد، وبالفعل يرجعوا مصر ويعيشوا في القصر ومفيش أي حاجة بتحصل غريبة في حياتهم. لكن الحاجات الغريبة بدأت تحصل في القصر من وقت ما بنته آن اتعرفت على بنت اسمها سيلفيا. أو سيلفيا دي هي سبب الكوارث اللي هتحصل بعد كده. في بداية التعارف ما بينهم سيلفيا ادت لبنت البارون سلسلة عبارة عن صليب مقلوب. من وقت ما لبست السلسلة دي والحاجات الغريبة بدأت تحصل تدريجيا. فجأة يسمع البارون صريخ من أوضة أخته هيلانا، ولما يطلع لها يلاقيها رامية نفسها من الشباك. بعدها يحس بتأنيب الضمير بأنه اتأخر وما طلعش بسرعة، وبيقال على حسب الروايات إن هو عمل اجتماع عشان يحضر روح أخته ويطلب منها انها تسامحه، لكن روح اخته كانت غاضبة جدا. من بعد الحادثة دي بدأت بنت البارون ان لبسها كله يبقى اسود وما بتغيرهوش خالص. حياتها اتحولت 180 درجة، لدرجة ان الخدم كانوا بيسمعوها كل يوم بالليل بتقول بترتل كلام غريب وفجأة من غير سبب تصرخ. ولاحظوا انه كل ما علاقتها بسيلفيا بتزيد كل ما تصرفاتها الغريبة بتزيد اكتر واكتر. ومن بعد موضوع اللبس الاسود والتصرفات دي البنت بدأت تجيب الكتب المقدسة وتقراها بالمقلوب. وصلت لمرحلة انها بتعور نفسها وبتأذي جسمها وهي مستمتعة بكده عادي. التصرفات الغريبة اتطورت لدرجة انها بقت تجيب سيلفيا وينزلوا لأوضة المرايات ويعملوا طقوس عبدة الشيطان ويرتلوا كلام غريب بطريقة اغرب. كانوا بيحاولوا انهم يستدعوا الشيطان بنفسه. ومن وقت اللحظة دي الكوارث بدأت تبقى بشكل أبشع جوه القصر. أولها إن في يوم البارون كان بيفتح الأسانسير يتفاجئ بإن مراته مقتولة جواه. الغريبة إن محدش كان معاها وقتها ومحدش عرف مين اللي عمل كده. والموضوع موقفش على كده، بعدها 6 أفراد من خدم القصر يموتوا بطرق بشعة ومختلفة، وبرضه محدش عارف مين بيعمل كده. ده حتى اخو البارون لقيوه مقتول في ركن من اركان القصر. والغريب ان كل الاحداث دي ملهاش اي تفسير ومش عارفين مين اللي وراها. آن بنت البارون حست ان كل ده بيحصل بسببها، فكانت بعد كل حادثة غريبة بتحصل جوه القصر بتحاول انها تنتحر، لكن كل محاولاتها كانت بتفشل وحالتها كل مدى بتسوء عن الاول، لدرجة انها كانت بتجيلها حالة تفضل تصرخ بطريقة مستمرة ما كانتش بتهدى غير لما يدخلوها أوضة المرايات ويقفلوا عليها. وفي يوم من الأيام نجحت محاولة وخلصت على نفسها.
وكده مفضلش غير البارون وبنته الصغيرة وكم شخص معاه من الخدم. والكوارث ما انتهتش على كده برضه، البنت الصغيرة بدأ يحصل معاها نفس اللي حصل مع أختها الكبيرة، تصرخ بطريقة هستيرية وما كانتش بتسكت غير لما يدخلوها أوضة المرايات ويقفلوا عليها، ولما كانت تهدى ويجوا يطلعوها كانت بتردد جملة واحدة بس مخوفة الكل منها، وهي صديقي كلمني وهو موجود جوه. لدرجة ان هم كانوا بيدخلوا بعدها ومش بيلاقوا حد. وفي يوم البنت دي اختفت وقلبوا عليها القصر كله لحد ما لقيوها في حديقة القصر ميتة، وحرفيا شكلها مرعب كأنها ميتة بقالها فترة كبيرة. وبكده مفضلش غير البارون، افراد عيلته اللي جم معاه كلهم ماتوا. حس بالخوف جامد لانه مفضلش غيره، لدرجه انه كان بيشوف خيالات ويسمع اصوات مرعبه. وما تنساش برضه، وده على حسب الروايه، ان هو كان المستهدف الرئيسي. بعد الكوارث دي اتصاب بالجنون ونقلوه لبلجيكا لحد ما توفى سنه 1929. وطبعا زي ما قلت في البدايه ان هو كان كاتب في وصيته انه يدفن هنا، ففعلا جابوه على مصر عشان يدفن في الكنيسه اللي بناها. انت هنا ممكن تقول كده خلاص الكوارث انتهت، ما هو عيلة البارون كلها ماتت بطرق بشعة، بس لا، الكوارث ما انتهتش حتى بعد وفاتهم. تمر السنين والقصر مقفول، بس سكان مصر المجاورين للقصر ده كانوا دايما بيشوفوا حاجات غريبة بتحصل جوه القصر، يشوفوا خيالات، يسمعوا أصوات. كانوا دايما يسمعوا أصوات خناقة ما بين راجل وست، وعلى حسب الرواية بيقال إن ده البارون وأخته هيلانا. ولما يبلغوا الشرطة الحاجات الغريبة دي كانت بتختفي، لدرجة إن الجيران في يوم شافوا القصر بيولع، اتصلوا بالمطافي، جات المطافي، النار اختفت. طبعا انت الفكرة اللي اتكونت عندك ان كل اللي حصل ده يتنسب لروح اخت البارون هيلانا، بس الحقيقة طلع تصريح صدم الكل، وهو ان هيلانا دي لا وجود لها من الاساس، وده بحسب كلام الدكتور رفيق جورج اللي قام بتوثيق كل ما له علاقة بقصر البارون. جميع الوثائق اللي اتكلمت عن عائلة البارون الصغرى والكبرى ما ذكرتش ليه اخت بالاسم ده، والدكتور رفيق جورج قال ان هو فعلا في سيدة جت معاه لكن مش اخته، وهو ما حددش هويتها الفعليه ولا حتى صله قرابتها من البارون. وكمان ما ماتتش زي ما بيقال على حسب الاساطير والروايات انها رمت نفسها من الشباك، لا، دي ماتت بطريقة أبشع من كده. وفي سنة 1997 مجموعة من الشباب والبنات راحوا هناك وبدأوا يهللوا بلغة غريبة ويرقصوا ويعملوا طقوس لاستحضار الجن، فيجي بلاغ للشرطة من الجيران، وفعلا الشرطة تروح وتقبض عليهم، وتتحول قضيتهم بعدها لقضية رأي عام، لأن ده كان أول ظهور رسمي لعبدة الشيطان في مصر، وده كان أبرز بلاغ اتعمل عن قصر البارون. وفي سنة 2014 اتعمل فيلم وثائقي مشترك ما بين مصر وفرنسا عن قصة حياة البارون والكوارث الغامضة اللي حصلت داخل القصر بتاعه. الفيلم خلاص اتصور وجاهز للعرض، وبشكل ما الفيلم اختفى ومحدش يعرف عنه حاجة لحد النهاردة. طيب ايه سبب اختفائه او مسحه؟ محدش عارف. طيب مين اللي ورا كده اساسا؟ برضه محدش عارف. ودي كانت كل حاجة عن قصر البارون. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا آرائكم تحت في الكومنتات، وتكتبوا كمان المواضيع اللي حابين نتكلم عنها الفترة اللي جاية، وده الانستجرام بتاعي. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم طه.